زمان كان في واحدة ست من قوم سيدنا موسى، وكانت قاعدة بتغسل هدومها على شط البحر وسايبة ابنها الرضيع جنبها. فجالها راجل فقير جدا وطلب منها المساعدة، فادته لقمة رغيف عيش كان معاها. وبعدها بدقايق جه ديب كان ضخم جدا وقام شال ابنها ببقه وجري بيه. فالست اتفزعت وفضلت تصرخ وتجري وراه وتقول ولدي ولدي. ساعتها ربنا تبارك وتعالى يشاء ويبعت لها ملك من السماء ياخد الطفل من بق الديب ويديه للست ويقول لها لقمة بلقمة. انت اديتي للفقير من الرغيف لقمة، وربنا اداكي ابنك اللي كان هيبقى للديب لقمة. علشان كده بيقول لك اللقمة تزيح النقمة. تصدق ولو بحاجة صغيرة، لأن الصغيرة بتفرق. ولو انت مهموم وشايل هم الدنيا كله فوق دماغك وأمورك متعثرة، تصدق. عايز ربنا يهدي بالك ويريح قلبك، تصدق. عايز فلوسك تزيد ما تنقصش، تصدق. وما نقص مال من صدقة. تخيل لو انت كل يوم بتتصدق بحاجة بسيطة، صدقني حياتك هتبقى أحسن، وربنا هيغرقك بكرمه وستره. تصدق ولو بحاجة بسيطة، ساعد غيرك واجبر بخاطره علشان ربنا يجبر بخاطرك. الحاجة البسيطة الصغيرة بتفرق. الحاجة البسيطة الصغيرة بتفرق. الحاجة الصغيرة البسيطة بتفرق.